أصدقاء قناة ماماراتزي، مرحبا بكم. فيني ظهور لتبون على الجزيرة. قطر تمرر سياساتها على لسان الرئيس الجزائري. حقيقة هو عنوان مرعب يرفضه كلا الشعبين سواء التونسي والجزائري، لكن هذا ما توصل إليه المحللين، حيث أثار ظهور ثاني ومطول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قناة الجزيرة القطرية، حيث أثار ظهورا ثان ومطول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قناة الجزيرة القطرية تساؤلات عديدة، خاصة أنه تحدث بإطناب في حواره الأول عن رؤيته لعلاقة الجزائر الخارجية، وسعى إلى تحميل الآخرين مسؤولية التوترات التي تشهدها علاقات بلاده مع نظيرتها، حيث يقول مراقبون أن قطر تجد في تحمس الرئيس الجزائري لتسجيل حضوره إعلاميا فرصة لتمرير سياساتها تجاه منطقة شمال إفريقيا التي ركز عليها أثناء حواره الجديد، في وقت لم تتعافى فيه صورة الدوحة في المنطقة من مخلفات تدخلاتها خلال موجة الربيع العربي. وتعرف قطر جيدا أن تبون هو الزعيم الوحيد الذي لديه استعداد للظهور على الجزيرة، ولأجل ذلك فتحت أمامه الطريق ليتحدث مطولا وفي مناسبتين وبإسهاب، في المرة الأولى عن المغرب، وفي المرة الثانية كان حديثه عن ليبيا وتونس. ومن خلال مبدأ الحياد الذي تحدث عنه الرئيس الجزائري، طرح فكرة جديدة سماها المشاركة بلطف من خلال حوار سياسي في تونس، أي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقترح إجراء حوار سياسي في تونس، ونحن نعرف جيدا أن هذا الأمر مرفوض رفضا تاما لدى الرئيس قيس سعيد. وبحكم أننا نعرف جيدا العلاقة التي تربط قيس سعيد بالرئيس تبون والمكالمات الهاتفية المتكررة يوميا حسب إفادات العديد من المقربين، فنحن متأكدين بأن تبون يعلم جيدا أن هذا المقترح مرفوض من مبدئه، لكنه أصر على طرحه وقال بأنه سوف يشارك فيه دون انحياز إلى أي طرف، وأنه يهدف إلى لم شمل الفرقاء التونسيين من منطلق حرص الجزائر على منع انهيار الدولة التونسية وفق ما جاء في المقابلة الخاصة مع الجزيرة بوداكست كما سبق ذكره. وهنا طرح سؤال على الرئيس عبد المجيد تبون حول عدم ارتياح بعض الأطراف التونسية لموقف الجزائر من الوضع السياسي الراهن، وكانت إجابة تبون: نحن نريد الاستقرار لتونس ونحاول أن نشارك في الحوار السياسي التونسي بلطف كأشقاء ودون تدخل لصالح طرفا ضد آخر بهدف لم شمل الفرقاء. وأضاف الرئيس الجزائري أن أي خطوة سيخطوها سوف تكون بعلم الرئيس وأيضا اتحاد الشغل. الحقيقة هذا الكلام اعتبره العديد من المحللون يتضمن كلاما متناقضا واضحا مع تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الجزائري، حيث قال فيها إن الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس. وهنا يتساءل المراقبون: إذا كان قيس سعيد يمثل الشرعية، فأي حوار تريد أن تشرف عليه الجزائر وتساوي فيه بين من يمتلك الشرعية الشعبية وبين أطراف بلا شرعية؟ وما مبرر وجود اتحاد الشغل في هذا الحوار السياسي الذي تسعى لرعايته؟ في الحقيقة المراقبون اعتبروا أو رأوا بأن هذه الصبغة الفضفاضة للحوار التي لم يسبق وأن أشار إليها تبون في لقاءاته مع قيس سعيد أو في تصريحات سابقة تبدو جديدة مقاربة لجهة أخرى، وهنا يقصد بأن هذا الطرح هو جاء من قطر الذي اقترحته على تبون
أي أن المقاربة هي مقاربة قطرية. قطر التي تبحث عن مدخل لإحياء دور حركة النهضة الإسلامية التي خسرت معركتها الاعتبارية مع الرئيس وباتت ملاحقة بالاتهامات. علما وأن العلاقة التونسية شهدت في الفترة الأخيرة حراك واضح من خلال تبادل الزيارات والرسائل، لكن الدوحة لم تنفذ أي من وعود الدعم التي عرضتها على السلطة التونسية، وهذا في خطوة ربطها مراقبون برفض قيس سعيد لأي تدخلات خارجية في موضوع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.